مين اللي عاجل فينا؟ مين مجنون؟ مين اللي مدبوح من الألم؟ مين اللي ظالم فينا؟ مين مظلوم؟ مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم وبراس تدج صرخة ميلاد؟ تموت حتة مني للجراس بتعلن نهاية بشر من العباد. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة. تحكي هذه القصة عن فتاة وحيدة بريئة الملامح حزينة القلب، خرجت من بطن أمها إلى بطن عالم غريب، لم يكن له أشهر حمل وليس له معاد ولادة. استقبلت الحياة بصرختها الأولى التي كانت تسري في حجرة الولادة بين مسمع الأطباء والممرضين، وكأنها صراخ الاستغاثة من دنيا الظلم والقهر، معبرة بصراخها أن هذا الزمن لم يوجد فيه مكانا لها، وأن هذا العالم لم يكن أرحم من أحشاء أمها عليها. فتحت عينيها على ضوء الحياة القاسي، وبدأت تأخذ أنفاسها الأولى من هواء الغدر والقسوة الذي جعل قلبها يرتجف من شدة البكاء، وكأنها تستعد لمأساتها التي تنتظرها في المستقبل. عاشت طفولتها ما بين الدباديب والعرائس التي كانت تعتبرهم أصدقائها، حيث كانت طفولتها بلغة الصمت، وبرغم عدم اختلاطها بالأطفال كانت علاقتها بألعابها تملأ حياتها، وبرغم وحدتها وصمتها كان حضن أبيها وأمها يكفيها. لكن وبعد 4 سنوات جاء الأخ الذي سرق منها حضن والديها، حيث سرق أيضا مكان نومها بين أبيها وأمها، وأصبح مكانها بجوار جدتها في حجرة أخرى، حيث سرق أيضا الاهتمام وأصبح هو الابن المدلل. أما هي فوجدتهم يطلقون عليها لقب الأخت الكبيرة التي يجب أن تتنازل دائما عن ألعابها لأخيها الصغير، وشيئا فشيئا تلاشوا أصدقائها من بين يديها، وزادت وحدتها ألما. وعند سن 5 سنوات بدأت ترى المشاكل والمشاجرات بين أبيها وأمها، وكلما تزداد هذه المشاجرات كان ينتهي الوضع برحيل والدها من البيت. كان يترك البيت بالشهور الطويلة ويذهب إلى بيت والدته، فكانت هذه الفتاة تنتظر والدها بدموع الحرمان إلى أن يأتي في نهاية كل أسبوع ويأخذها هي وأخيها ويقيمون معه الخميس والجمعة، ثم يعودوا في يوم السبت إلى أمهم للمدارس. انعقدت حياتها بالتشتت وعدم الأمان، وبمرور الشهور عاد أبوها إلى أمها في بيت واحد، ولكن لم تخلو حياتهم من المشاكل، فلقد حدثت لها أزمة نفسية جعلتها تفقد النطق، وكانت طفولتها مدمرة. كان الجميع يحاول احتوائها حتى عاد النطق لها من جديد، ولكن لم يعود الأمان إلى قلبها مرة ثانية.
كانت تسهر كل ليلة مع جدتها في حجرتها التي اعتادت معها على الجلوس أمام التلفاز حتى طلوع الفجر، وهي تحكي لها القصص القديمة حتى تلهي مسمعها عن صوت شجار والديها. وبمرور الأيام ماتت الجدة التي كادت أن تكون هي الشخص الوحيد الذي يملأ حياتها، ولكن سرعان ما افتقدتها وساد الفراغ من حولها، وأصبحت حجرتها فارغة صامتة دون حكايات. مر العمر بها، أخذت تكبر الفتاة وهي كما هي، وحيدة بلا أصدقاء، منعزلة تماما عن جنس البشر. أحيانا تدفعها الوحدة إلى طريق اليأس، فتضيق الدنيا بها وتصبح كالعصفور في قفص مغلق. لم يسأل عنها أحد ولم يشعر بها إنسان. يقولون عنها دائما إنها فتاة طفولية رقيقة ناعمة وذات قلب أبيض ونية صادقة. يرى الناس في عينيها براءة الأطفال، وعلى وجهها الخجل والحزن يختلطان. يراها الناس دائما هائمة في عالم آخر، ولا أحد يدري ما بداخلها سواها. تعشق السهر في الليل، حيث إنها تنتظر الشروق كل ليلة قبل النوم كانتظار الحبيبة لحبيبها، بينما كانت تقضي ساعات الانتظار طوال الليل في كتابة كلمات وسطور تحمل جميع معاني الوجع والوحدة واليأس، حيث كانت تغلق صفحاتها مع بداية أول لحظات الشروق لتستعد للقائه بنظرتها إلى السماء بتلك العيون اليائسة. عاشت حياتها وهي لم تشعر بالأمان مطلقا، فعند كل موقف يحدث لها يسيطر الخوف على أفكارها ويجعلها مترددة، فتتغلب دائما على ترددها بالتسرع بالقرار الخطأ، فلا تجد من ينصحها، وإن نصحها أحد فتكتشف بعد ذلك إنه يضللها ليستفيد من وراء سذاجتها وبراءتها. حتى في اختيار لبسها تشعر أن جميع الآراء حولها تضللها، من بنات خالتها وغيرهم من الأقارب، وسرعان ما تجد من أحبابها أعداء يحقدون عليها. فكانت تسأل نفسها دائما كيف تؤمن لإنسان ولمن تعطي الأمان. كانت ترى البشر حولها مخيف، وكأنها مثل القطة وسط أسود، مثل العظمة وسط كلاب، مثل الفأر وسط وحوش. إنها فتاة ضعيفة ذو قلب حزين. تعلمت أن تواجه جراحها وحدها مهما كانت مؤلمة، لا تبوح لأحد عن ما بداخلها مهما كان الصراع. أحيانا تخدعها عواطفها ويراودها قلبها أن تتجه إلى أحد أقاربها، تشكي مشاعرها المكبوتة، فتعود نادمة على إنها وثقت بعد أن تفتش أسرارها أمام أعينها. فقدت الثقة في جميع من حولها، بل كان الأمان ينعدم من حياتها تدريجيا. وبرغم مرور العمر ما زالت صغيرة كالقطة المغمضة، لم تعلم شيئا عن الحياة مطلقا، فالحياة بالنسبة لها شيء غامض مجهول لا تستطيع مواجهته. إنها فتاة غائبة عن الحياة، حقا غائبة عن الحياة. وهنا تدخل البطلة لتكمل سرد القصة قائلة: نعم، أنا الغائبة الحاضرة، أنا الغارقة التائهة، أنا التي لا أستطيع أن أشعر بالأمان يوما واحدا. لا أريد أن أنحاز إلى أبي ضد أمي أو إلى أمي ضد أبي، ولا أريد أن أتكلم عن سبب المشاكل في بيتنا، لأنني بعيدة كل البعد عن كل هذا. إنني أعيش في عالم آخر، عالم الوحدة والخوف، عالم العزلة والصمت. إنه عالمي
الذي نشأت فيه وكبرت فيه. كان يأتيني الكثير من العرسان الذين يطمعون في جمالي وبراءتي، وكنت أرتجف كثيرا كلما يأتي شخصا منهم إلى بيتنا ويجلس مع أبي، لأني كنت على يقين بأن حياتي سوف تصبح مثل حياة أبي وأمي التي لم تخلو من المشاكل، وإنني سوف أعيش نفس المأساة التي أراها في بيت أهلي من مشاجرات، وإنني لابد سأتذوق من نفس المرارة التي أراها في كل بيت حولي من خيانة الزوج أو ضربه لزوجته. لذلك كنت رافضة الزواج رفضا باتا، فأنا لا أشعر بالأمان حتى في مستقبلي. من هو صاحب المسألة والمشكلة والحكاية والقلم؟ مين اللي بيبيع الضمير ويشتري بيه الضمان؟ يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة.